كيفاش تبعنا الخبر او كيفاش تلقينا الخبر. هذا اللي نقدر نقول. والله يدير تاويل تاع الخير صراحه. ما نقولش مصدومه، ولكن الله يدير تاويل تاع الخير. شنو نقول للناس اللي باغيين الخدمه في دنيا؟ اول حاجه انا ما كنتمناش نتعرف عليهم، لان انا عزاليه واحد المراه اللي عزيز عليا نتعرف على الناس، القلوب الطيبه النظيفه. نبغي الناس تكون طيبه مع لا هي ولا الناس اللي باغيين الدنيا، يعني الدمار. كفانا دمار، كفانا دمار. درموا الاشروف كله طاح، كفانا دمار. المغرب كامل مخنوق، كفانا دمار. النفس ما بقاش كطلع وتهبط. يعني هاد الاشياء بسيطه. فنانه مقلقه مع فنانه نحفر انا ليها نغرقها، ما بقاش هذا فن. هذا راه عاد حرب ما بين عباد الله. حرب فنيه. انا دابا بنت خويا صوتها زوين بزاف، صوتها زوين، ولكن ما تليش كنقدر كاع نسمع ليها لان كضرني خاطري. كنبغي نسمع ليها وهي مثلا ما عندها لا مشاكل في حياتها، ولا ملي كنشوفها كنبكي بلا ما تغني. كنشوفها كتبكي كنبكي في خاطري. فنانه وطنيه درت اغاني. اكيد 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 اكيد. دنيا طلعت للصحراء وهزات رايه المغرب. دنيا وطنيه وعز عليها المغرب في الدم ديالها. كل ما يشاع ويقال على دنيا من جانب الوطني انها مثلا هي ماشي وطنيه كذا كذا كذا، هذيك هضره وكلام. دنيا عز عليها المغرب الى ابعد الحدود. ودريه ضرافات والله. دنيا حميمقه، دريه من النوع اللي يمكن ديك الطيبوبه ديالها وديك بنت باب الله وكذا، يمكن هي اللي عفويه الى ابعد الحدود. يمكن هي اللي خلاتها تطيح في هذا الفخ. دنيا ماشي حريميه والله. طيق بيا وليدي. دنيا كيف تبرك معها راه عارف، كتعرفها كامل بها. حتى هاد الاشياء والله. انا ماشي خجوله زعما، انا ما حشمناش في هذا الموضوع، لان أنا عزيز عليا صدر ربي وقدر الله كنامن به. قدر الله انا كنامن. رغم ان هذا الكلام اللي غادي نقول شويه رجعي، ولكن كنامن بويل لمن اشارت الي الاصابع ولو بالخير. ممكن لان دنيا كون دارت بحال بعض الفنانات اللي فراس مالهم العجاب وما كتعرف عليهم والو. وهذا ممكن كون ما طاحت في هذوك. دنيا كانت كتشارك الناس كل شيء. داكشي ديالها. شنو نقول الناس اللي كتشوف بان مسات. وانا شوف انا كنخاف غير من الله عز وجل. ماشي كنقول هذا الكلام يعني غادي يتسمى منمق او حبا في دنيا ولا في خويا الله يخليه ليا ولا مراته. انا بعدا كتشرفني دنيا بزاف، وانا ماشي حشمانه ان دنيا طرا ليها هذا الشيء، لان كل شيء الناس متعرضين لابتلاء، كل شيء الناس متعرضين للكوارث. ما بالك انت دابا شوف الطبيعه. ديك النهار كنا ناعسين فقنا لقينا الدار البيضاء الدراري كيديروا السكي على الناموسيات وعلى كيتلاحوا من فوق الطوموبيلات. راه هذا هو القدر. ما يمكنش انا وليدي بعدا صدقوني ولو الناس مثلا تعقب وتقول كذا هذه ولا هذه. انا بالعكس، انا اقسم برب العباد كنتشرف بنت خويا. انا كنشوفها كانسان. انا ذاك الموضوع بينها وبين السوشيال ميديا ولا بين حتى القضاء. شي القضاء اللي دابا زاد عليها هاد 4 شهور، داكشي انا عندي فيه كامل الثقه. انا عندي كامل الثقه في القضاء. صدقني انا ماشي كنتملق للقضاء، لا. الا تزادت هذيك 4 شهور انا عندي الثقه الكامله في القضاء. ونبينا عليه السلام. والله وليدي حبيبي صدقني انا فرحانه حيت دنيا في حياتي. انا دنيا كنموت على بنت خويا عزيزه عليا كانسانه. دنيا تعرضات المواقف صعيبه بزاف، ولكن كنشوف لا انا ما كنشوفش من النجاح. لا ما كنشوفش من النجاح. انا كنشوف البر بالوالدين. هذيك الانسانه ظريفه بزاف مع والديها، حنينه في العائله ديالها مع خوالاتها مع العائله مع الله يعطيها الرضا والله يسهل عليها والله يفك جرانا من فم حنش وصافي. ما عرفتش ولدي، ما عرفتش شنو غادي نقول في هذا الموضوع، لان بالفعل احنا عانينا فيه. واخا يطرى اللي طرى كاع هذا الشيء اللي واقع. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. دنيا كانت ضحيه تعليقات او حسابات ما بين. كتعرف هذا العالم ديال الفن راه فيه مشاكل كثيره وليدي.
دنيا كون تبعت واحد المجال اخر لمثلا مجال علمي كنظن غتكون مرتاحه، ولكن العالم الفني دائما فيه اشواك ودروب كامله. فين ما تبغي تخرج من شي درب كتلقى الدرب مسدود، خصك تقلب على منين تخرج. كنت كنتمنى لو هاد الوقفه ديالتكم كانت تكون مثلا على السيره الذاتيه على العربي ولا سي محمد ولا عبد الرحيم الزجال ولا على الدراري خوتي الاخرين ولا عليها حتى هي، ولكن قدر الله. عادي والله قسما بالله، انا بالنسبه لي انا مألمه الى ابعد الحدود، ولكن كان امن بقدر الله. ممكن هادشي اللي بغى الله والمكائد ديال البشر عاوتاني الله يدير تاويل تاع الخير وليدي. امتى غيتم اعتقال دنيا باطمة وامتى غادي يطبق فيها الحكم القضائي، الحكم اللي هو باسم جلالة الملك، والحكم طبعا اللي اكتسب قوة الشيء المقضي به، بمعنى انه ولا حكم خاصو يطبق في حق المتهم. الا انه في هذا البلد الشريف فكتحس ان هناك تمييز في تطبيق قرارات المحكمة. فكتعرفوا بان مجموعة من المواقع تكلموا على السبب الذي يؤخر سجن دنيا باطمة هاد الأخيرة واللي هي مواطنة مغربية. فهل تلك الأوسمة الملكية هي اللي خلت القضاء المغربي ما ينفذش العقوبة؟ وحنا نعتبروها شخصية من درجة أولى أو من دوك الشخصيات واللي ما كيطالهمش القانون، وبالتالي فاحنا أمام أكبر مهزلة قضائية في تاريخ القضاء المغربي. فالمغاربة يتساءلون علاش دنيا باطمة مازال لم تعتقل؟ فإما عطوها البراءة واما طبقوا عليها الحكم، وكيف ما طبق على باقي عصابة حمزة مومبيبي. فمن غرائب قاضي التحقيق واللي متع دنيا باطمة السراح المؤقت او المتابعة في حالة سراح، فلا يمكن انه يطبق هذا الفصل او يعطيه هذا الامتياز الا بتدخل حسب مجموعة من الاخبار. فلا يعقل ان باقي المتهمين يعتقلون الا المغنية الشريفة العفيفة التي مثلت المغرب احسن تمثيل في الابتزاز والسب والقذف والتشهير، وفي المقابل كتشوفوا مواطنين عاديين كيرتكبوا جرائم جد بسيطة لا تصل الى مستوى الجريمة اللي دارت الدنيا باطمة في حق مجموعة من المواطنين المغاربة والخليجيين. مع العلم ان هناك مجموعة من التقارير كتتكلم على ان هناك ضحايا انتحروا بفعل الابتزاز. فشوفوا الخطورة ديال هذه العصابة. المهم نمشيو للخبر الثاني، وهذه المرة مع الرئيس الجزائري السي عبد المجيد كدبون، واللي غيتبهدل اشد التبهديل خاصة بعد الخطاب على اروقة الامم المتحدة. فشوفوا الفضيحة التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه. وعلى ذكر المياه فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. يدوي على المسألة ديال شي مخطط غادي يرجع واحد الرجعة اللي أضحكت العالم كله. قال لك مخطط تحلية المياه، قال لك سيدي مليار الجزائر من هنا ل 2024، باقي غتدخل 2024 بقى والو، غادي دير تحلية ديال 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. ما بقاتش 400 مليون، ما بقاتش 1,400,000,000، نقص 1,000,000. دابا هذه قالها الحضاره، ما كاين باس، الحضاره عارفين معنا، ولكن تقول لك قدام المجتمع الدولي. حتى شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان الجزائر غتنتج فاهم، غدير تحليه ديالاش 400 مليار متر مكعب في السنه. 400 مليار شنو دابا هنا هذا الخطاب هذا لا سمعوه غيقول لك اول حاجه انت اش غدير؟ لا مشينا بهذه الوتيره اللي كتقول انت معنا في 3 سنين ونص غادي يوقع التجفيف ديالاش ديال كلهم المحيطات والبحار اللي كاين في العالم. اذا غيولي عندك انت على الحجر، يقطعوا من الجزائر يمشيو فرنسا تما مباشره، غيولي الحجر. لا مشينا بهذا المنطقه هذا اللي كتهضر به هنايا. انت شكون عطاه هذا الرقم هذا؟ شكون عطاه؟ ولا كان الكاسيدور مابقاش كيميز شكون عطاه؟ ولا داروا 2 مرات. شكون قلنا المره الاولى ما كاين باس، المره الاولى كان داروا ما كنقولوا ما كاين باس كان غلط. انت شكون عطاه؟ انت اش كتقول هنايا؟ تراه
واحد القضيه اللي خصو يعرف. دول الخليج مجتمعه عندها تقريبا 167 محطه تحليه ديال المياه. شحال من متر مكعب في اليوم؟ كلها 7,824,000. وهي اللي اكبر طاقه انتاجيه ديال تحليه المياه في العالم. اش كيقول هذا؟ اذا هنا الدماغ ديالو واش وقع ليه؟ انا نقول هنا تخلطات ليه المنفذ على المحيط الاطلسي مع تحليه المياه مع الماء ما كاينش عند الجزائريين، تخلط ليه هذا الشيء كامل هو يعطي هذا الرقم هذا. ودابا هنا بحال راه تبوم كيخطط، ما صدقاتش المنفذ راه نجفف البحار والمحيطات. دابا هذا هو اللي غيخرج دابا عند الحظيره. تبون دار مخطط دابا صافي ما وصلناش للمحيط الاطلسي، اذا صافي غادي نديروا واحد القضيه، غادي نبقاو نديروا في الماء، غنديروا تجفيف ديال المحيط الاطلسي والبحر المتوسط. وهذوك الدراويش في المخيمات ديال الحماده فرحانين هنا كيتعاملوا، ولكن راه الناس وعاو. اش كتقول؟ الناس وعاو كيحسبوا من وراها. هذه راه كارثه، هذا الهبال، هذا كيتسمى الهبال. يا ودي يا ودي ربطوا تبون، خليوا العتروس، ربطوا تبون، ربطوا غرا البلاد غدا الحيط.